هاد البنت الصغيره كانت هذه هي اخر مره غادا تبان في الوجود، وكانت هذه هي اخر خرجه ليها للزنقه، والسبب كان هو الام ديالها وصاحبها. القصه ديالنا غادا تبدا بنيكولا بريست اللي كتبلغ من العمر 23 سنه، تيك توكر من الانجليز. نيكولا عندها شهره واسعه في تيك توك بعد ما كانت كدير فيديوهات ديال الشطيح اللي كتستغل فيهم بنتها كايلي جين باش تبان معاها. والغريب في الامر هو ان اثناء تصوير هاد الفيديوهات كانت نيكولا كتبان ام مثاليه، ولكن ما خاصكش ديما تيق داكشي اللي كتشوفه في الفيديوهات، حيت ما خفي كان اعظم. كانت نيكولا كاع ما مهليه في بنتها في الواقع، كانت كتسلخها بزاف وما عطيهاش الخاطر ديال الامومه، خصوصا البنت كانت عندها غير 3 سنين. اما اللامبالاه فبلا ما ندويلك عليها. نمشيو لصلب الموضوع بالضبط في 8 غش 2020. كيف ما قلت لكم من قبل، كان هذا هو اخر نهار في الوجود ديال كايلي جين، والسبب كان هو الام ديالها وصاحبها اللي كانوا كيمارسوا في الجنس على خاطرهم، حتى جات الدريه وبدات كتدق عليهم في الباب وبرصتهم ودخلت عليهم البيت. وهنا بدا تسلسل الاحداث. الام بدات كضرب في بنتها حتى بدات كتقيا، والقاضي اتهم الام والصديق ديالها على انهم بعد ما وصلوا لهذه المرحله من التعدي كاع ما طلبوا المساعده الطبيه بتاتا، حيت كانوا يقدروا يعاونوها هذيك الساعه وكاع ما يفقدوها وتموت. والقاضي قال ايضا ان شده الاصابات اللي كاينه في هذه البنت اللي عندها فقط 3 سنين وضحت نيه احداث ضرر جسيم. الام والصديق ديالها كانوا مسؤولين بنفس القدر بالنسبه للقانون. داكشي علاش القاضي بعد ما درس الملف من جميع النواحي والاستماع للشهاده ديال الجيران حكم على الام ب 15 سنه ديال الحبس والصديق ديالها ب 14 سنه. وشبهوا الخبراء بانه جروح الطفله كايلي وقت الوفاه ديالها بحال شي طفل ضربته طوموبيل على سرعه 40 كيلومتر في الساعه، او لا بحال شي طفل طاح من طروازيام ايطاج على الارض نيشان. والفحص الطبي اللي تم الاجراء ديالو بعد وفاه الطفله لقاو فيه اصابات سابقه كتشير للمزيد من الانتهاكات، بحال كسور في الضلوع وكسور في اسفل الساق وحتى كسور في عظمه القص. وقت هذه المحاكمه كانوا طراو بزاف ديال البلانات، بحال انه المتهمين بجوج بداو كيسبيو الجريمه في بعضياتهم، وكل واحد فيهم كيلقي اللوم على الطرف الاخر. ولكن القاضي كان عنده راي اخر، اتهم كل واحد فيهم على انه قتل طفل صغير، وكان الفرق في الحكم بين الام والصديق ديالها عام واحد. هو خد 14 عام كيف ما قلت لكم وهي 15 عام. والسبب علاش القاضي زاد هذاك العام كان هو الجروح القديمه اللي لقاو في الجثه ديال كايلي، وضروري عليهم بجوج باش يقضيو الثلثين ديال المده ديال العقوبه اللي حكم بها القاضي، عاد يقدروا يديروا اعاده النظر في الطلب ديال اطلاق السراح المشروط. الحياه هبه والجميع كيستحقها. كانت هذه هي ليستوار ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتك. تهلا.